عمرك سألت نفسك ليه كل أسبوع بيعدي وتحس إن أنت ما أنجزتش حاجة؟ تحس إنك كنت مشغول طول الوقت، فجأة لما تبص وتراجع الأسبوع تلاقي نفسك ما أنجزتش أي حاجة. السر مش إن أنت تبقى فاضي، السر هنا إن أنت تخطط أسبوعك صح. رقم واحد، الفرق بين الشخص المنجز والشخص العشوائي. الشخص العشوائي بيبدأ من غير خطة وبيمشي ورا الأحداث اللي بتحصل، أما الشخص المنجز فهو عنده خطة ماشي عليها طول الأسبوع. ضربنا مثال مثلا على الشخص المنجز والشخص العشوائي. الشخص العشوائي مثلا زي شخص نازل يتمشى وخلاص، أما الشخص المنجز فهو شخص نازل لمشوار مهم. ابدأ والنهاية في ذهنك، يعني قبل الأسبوع ما يبدأ اعرف أنت عايز تخلص إيه الأسبوع ده. خطوات التخطيط الأسبوعي: الخطوة الأولى reflection، راجع الأسبوع اللي فات، إيه اللي خلصته وإيه اللي لسه مخلصش، إيه أكتر حاجة أخدت منك وقت، هتحافظ على إيه وهتغير إيه. اكتب إجابتك في 4 نقط على ورقة صغيرة. الخطوة رقم 2 weekly goals، حدد أهداف الأسبوع. اختار 3 أهداف رئيسية مش أكتر، بس لازم الأهداف دي تكون واضحة ومحددة. مثلا أخلص بابين من مادة التاريخ أو أي مادة، أتمرن 3 مرات، أبدأ في مشروع البحث أو أي حاجة مهمة. الخطوة الثالثة weekly layout، توزيع المهام على الأسبوع. هات جدول فاضي من السبت للجمعة، حط أهم المهام حسب طاقتك اليومي وسيب يوم فاضي للطوارئ والمراجعة. مثال: أول يوم السبت بداية مشروع البحث زائد تمرين، الحد مذاكرة تاريخ باب واحد أو أي مادة تاني زائد اجتماع أو أي مادة تاني، الاثنين شغل خفيف زائد تمرين، التلات مذاكرة تاريخ باب التاني أو أي مادة تانية، الأربع مراجعة المشروع أو على حسب أنت هتعمل إيه، الخميس راحة أو أي مهام اتأخرت، الجمعة تمرين زائد وقت العيلة. الخطوة الرابعة نظام 3 في 3، كل يوم تسأل نفسك إيه أهم 3 مهام لازم أعملها، لو خلصتهم يبقى كده يومك ناجح. الخطوة الخامسة وقت للراحة ووقت لنفسك، ما ينفعش جدولك يبقى كله شغل، لازم يبقى فيه وقت للراحة ولأصدقائك ولنفسك. أدوات المساعدة في تخطيط الأسبوع: تقويم جوجل كالندر، تطبيق نوشن، ورقة مطبوع فيها أيام الأسبوع، قلم وورقة ودول أبسط حاجة. تخطيط الأسبوع فعلي: مثال مذاكرة دروس إنجليزي، تسليم جزء من البحث، وتمرين 3 أيام. الجدول ممكن يبقى كده: السبت كتابة جزء من البحث زائد ساعة رياضة، الحد مذاكرة درس مراجعة البحث، الاثنين مذاكرة الدرس الثاني زائد راحة، التلات جزء عملي من المشروع زائد رياضة، الأربع مذاكرة الدرس الثالث، الخميس مراجعة عامة زائد راحة، الجمعة خروج أو وقت لنفسك زائد رياضة خفيفة. خطط لنفسك أسبوعك يوم الجمعة بالليل أو السبت الصبح، خليك مرن، مش لازم كل حاجة تمشي حرفيا زي ما أنت عايز. قيم نفسك كل يوم خميس، إيه اللي خلاني ألتزم وإيه اللي بوظ الخطة. التخطيط الأسبوعي مش بس بيخليك تنجز، ده بيخليك مستريح نفسيا. لازم تبقى متحكم في حياتك بنفسك، لما تبقى عارف كل يوم هتعمل إيه هتبقى مرتاح. جرب تخطط أسبوعك الجاي وقول لي في الكومنتات إيه أول 3 أهداف هتحطهم.